الأعزاء في حصة مراجعة مع القصة. طبعا انتوا عارفين القصة ذا ريد هيدد ليج، قصة الصف السنة الإعدادي اللي بطولتها شارلوك هولمز واتسون، وطبعا ميري ويزر صاحب البنك، وطبعا سبولدينج أو جون كلاي. والآن مع أهم الأسئلة في القصة في الفصل الثالث والرابع. طبعا انتوا عارفين عندكم امتحان ميد ترم، فانتهى الفصل الاول والثاني في الامتحان، والوقت هناخد الفصل الثالث والرابع. ذا ريد هيدد ليج طبعا هيتكلم دلوقتي في يوم من الايام، هنقعد نحكي القصه دلوقتي واللي حصل في الفصل الثالث والرابع. بقول لك بعد حفل الكمان أخبر شارلوك هولمز الدكتور واتسون إنه لابد من رؤية شخص ما قبل أن يذهب إلى البيت. وضح هولمز قائلا للدكتور واتسون: ستكون هناك جريمة هذه الليلة وربما تكون خطيرة. قابلني في شارع 221 بيت شارع بيكر في الساعة 10. طبعا موجود عندكم ده في الكتاب. بعد كده وصل الدكتور واتسون إلى لندن إلى شارع بيكر في ذلك المساء. هولمز كان يتحدث إلى بيتر جونز، وأنتم عارفين بيتر جونز ده ضابط بوليس، ورجل يدعى ميري ويزر طبعا هو مدير البنك، وأراد أن يأمل في القبض على لص شهير هو جون كلاي في تلك الليلة. يبقى سبورلينج ليه اسم تاني اللي هو من جون كلاي، حرامي كبير جدا. ذا فورمن الأربع رجال ركبوا السيارتين أجرة، وأثناء السفر أخبر هولمز الدكتور واتسون أن السيد ميري ويزر هو مدير البنك وراء متجر السيد ويلسون، وغطتهم السيارتين لبنك السيد ميري ويزر. ولما وصلوا دخلوا البنك ونزلوا إلى القبو اللي بنسميه عندنا المتجر أو المخزن، وكان المكان مظلما داخل القبو، وكان هناك الكثير من الصناديق الكبيرة. بعد كده نظر هولمز بعناية إلى أرضية القبر، ثم طلب من السيد ميري ويزر أن يخبر الدكتور واتسون لماذا يهتم بهذا البنك. طبعا عرف له إن مهتمين بالبنك ده ليه؟ عشان البنك ده مليان بالذهب، والبنك ده من غير المعتاد يبقى فيه ذهب كتير في البنك كده، فقال لك لازم ننقل البنك من هذا المكان. بعد كده وأوضح هولمز أن اللصوص سوف يدخلون القبو تحت الأرض من متجر السيد ويلسون، وكان هناك 3 من رجال الشرطة ينتظرون خارج متجر السيد ويلسون، ورجال 3 ينتظرون داخل القبو، واللصوص لن يكونوا قادرين على الهروب. أطفأ هولمز النور وانتظر الرجال 4 اللصوص ليصلوا. بعد حوالي ساعة تقريبا رأى رجال شيئا، بدأت واحدة من الحجار 4 متحركة مربعة في الأرض تتحرك، وبدأوا يروا إيد واحد. اتاري ايد مين ديت؟ طبعا جون كلاي الحرامي الكبير جدا. طبعا مسكه هولمز بايديه وشده. بعد كده جون كلاي كانت هو صاحب الفكره بتاعه ذوي الشعر الاحمر اللي هو الحرامي الكبير، وفي الاخر اتمكنوا من القبض عليه. والان مع اهم الاسئله المتوقعه، بقول لك what did Holmes expect to happen that night? What did Holmes expect to happen that night? طبعا ما توقع هولمز أن يحدث تلك الليلة؟ There would be a crime that might be dangerous. جريمة خطيرة جدا وربما تكون خطيرة أن تحدث. طبعا أنا بجيب لكم أهم الأسئلة اللي موجودة في الفصل الثالث والرابع المكرر عليكم. نيجي بعد كده Who did Holmes hope to catch? هولمز كان عاوز يقبض على مين؟ طبعا Holmes hoped to catch a famous thief called John Clay. كان عاوز يقبض على جون كلاي الحرامي الكبير جدا. بعد كده سؤال 9 هنا مهم جدا. What did they find in the cellar? ماذا وجدوا في القبو؟ طبعا they found a lot of large boxes
in which there was a lot of gold. وجدوا الكثير من الصناديق الكبيرة التي كان بها الكثير من الذهب. نيجي بعد كده سؤال مهم جدا. How did the young man John Clay get into the cellar? كيف دخل الشاب جون كلاي إلى القبر؟ First he moved a large square stone. أولا قام بتحريك حجر مربع الشكل up and to the right. Then he climbed out of the hole and into the cellar. وبعد كده حركه إلى جهة اليمين ثم تسلق إلى فتحة داخل القبر. بعد كده نقول who was John Clay؟ من هو جون كلاي؟ طبعا he was a famous thief. he was a famous thief، حرامي مشهور. what did Holmes tell the young man؟ ماذا أخبر هولمز الشاب الصغير؟ he told him that the red-headed league the idea that he invented good but they had caught him. أخبروا أن فكرة الشعر الأحمر التي اخترعها رائعة ولكن قد أمسكوا بمين؟ بجون كلاي. نيجي بعد انتهاء من الفصل الثالث ده نيجي على أهم الأسئلة والأشياء في الفصل الرابع. الفصل الرابع في غاية الأهمية برضو اللي بنتهي القصة ذا ريد هيدد ليج. عاد شارلوك هولمز والدكتور واتسون إلى شارع بيكر وشرح الجريمة لواتسون. ابتكر جون كلاي فكرة جماعة الشعر الأحمر لأن صديقه السيد روس كان ذو شعر أحمر. عرف هولمز أن وظيفة النسخ من الموسوعة أحمق جدا من أن تكون وظيفة حقيقية. اخترع كلاي والسيد روس هذه الوظيفة لأنهما أراد للسيد ويلسون أن يكون بعيدا عن متجره. لماذا؟ طبعا ليه؟ أخبر السيد ويلسون هولمز بأن السيد سبولدينج غالبا كان يعمل في القبو، ورأى هولمز أن هذا أمر طبعا غير عادي، وسأل هولمز ويلسون بعض الأسئلة حول سبولدينج، واكتشف أن جون كلاي لص عندما ترك هولمز على باب المحل ورأى أن ركبتين من سراويل السيد سبولدينج كانت منسختين يعني وسخة يعني كان بهما ثقوب. استنتج هولمز أنه يحفر نفقا مع السيد روس عندما لم يكن السيد ويلسون في المحل. قال هولمز عندما رأيت أن البنك كان خلف محل السيد ويلسون عرفت لماذا قد حفروا النفق وأرادوا أن يأخذوا الذهب من البنك. بعد كده سأل واتسون هولمز كيف عرفت أن اللصوص يريدون أن يأخذوا الذهب مساء يوم السبت؟ أجاب هولمز عندما أغلق اللصوص عصبة ذوي الشعر الأحمر أيقنت أنهم قد انتهوا من النفق. إذا أخذوا الذهب من البنك يوم السبت سيكون لهم يوم ونصف للهروب قبل أن يبدأ يفتح البنك يوم الاثنين. أحسنت يا هولمز. طبعا هنا دي أهم الفصل الرابع. نيجي على أهم الأسئلة في الفصل الرابع. Why did Clay and Roos want Mr. Spaulding cut out of the shop? Out of the shop. لماذا أراد كلاي والسيد روس السيد ويلسون خارج المتجر؟ طبعا to have time for digging the tunnel to the bank. ليكون لهم وقت للحفر فين؟ في البنك. بعد كده what was Mr. Spaulding's real name؟ ما هو الاسم الحقيقي للسيد سبولدينج؟ جون كلاي.